انتخاب او رئيس نيابه او رئيس محكمه الا بميعاد مسبق. ده حصل عشان مين؟ عشان الكيان اللي انت عمال تتكلم عنه وتقول لك ما يغور رئيس النادي، خناقه رئيس النادي. هو بين ايه تاني وبين جمال علام او خالد الدرندلي او حازم امام؟ حازم امام ده اللي انا معينه مدير كوره في النادي، وانتوا لسه زاعين له تقرير اول امبارح ان العيال السفله بيقول لك ايه ده مسلط القناه المأجوره والصحفيين المأجورين دول وجمال حميد المأجور عشان يعملوا تقرير ضده. ايه ده؟ يعني رئيس النادي يسقط، يتحبس، يتشوه، كل يوم يروح محكمه تصدر ضده احكام، يتحل، انتوا حرين معاه. انما الكيان، ما هو يا ابني اللي واقف قدام الكيان ده كده جيش وشرطه ومدفعيه وطيران، هو رئيس النادي. يا ابني ما انا لو وقعت النادي بعديه على طول. هو احنا مش قعدنا 9 سنين تاني، 9 سنين او 10 ما فيش الا بطوله واحده من ساعه ما جيت 14 في الكوره بس. هو ده اللي انتوا بتقولوا دلوقتي مع اللي بعدكم. لا انا مش مبسوط من اللي بينزل ده، انا مش مبسوط، انا بزعل. يعني كل الحرب اللي انا بعملها دي اول رئيس نادي يتحبس في سب وقذف، ومش عايز اتكلم في تفاصيل، اتحلت 3 4 مرات. سقطوني في الانتخابات بالتزوير، وبعد ما اخلص نزل لي خير رمضان اللي انا هرد عليه امتى. هقول لك انت لما عمل مع عبد الناصر الزان وقال له محمود الخطيب ما نامش الا لما اتاكد من السقوط. طب انت بالك من الدايره؟ لا انا صاعد بالتزوير تاني، بالتزوير المفضوح. ولو في راجل يفتح الصناديق شوف انا واخد قد ايه. انا طالع الاول على الجمهوريه. حاجه بقى تعرف النهارده انا ما يهمنيش الطرف الثاني، انا يهمني انا اللي بيقولوه يا عم اتخانق معاه، يا عم اضربه، يا عم حله، يا عم احبسه. سبحان الله، هي خناقاتي دي كلها عشان مين؟ عشان الزمالك، عشان الكيان اللي انت بتتكلم عنه. هو الكيان ده ايه؟ الكيان ده مجلس اداره رقم 1، جمعيه عموميه 2، جماهير 3، فرقه رياضيه 4. مش هو ده الكيان؟ طبعا. مركب يا جماعه ماشيه، مين قائد المركب؟ اللي انتوا عايزين تقولوا له. طب ما تقولوا له ايه؟ غرفه 60 داهيه. يقول في 60 دقيقة. طب ما المركب ما خلاص، ما المركب تغرق، ايه المشكلة؟ مش هو اللي سايق المركب دلوقتي؟ ومنقسمين، وزفت الطين المختلط، وزفت الهباب اللي على دماغهم طليانو. لا مش كده. حتى العاقلين يقول لك ايه؟ لا ابعد عن الزمالك الكيان، ومنك ليه هو؟ لا مني ليه هو ليه؟ طب ما انا اقول لك شكرا انا كمان. انا مفيش بيني وبين الناس دي حاجة نهائي. محمود الخطيب كان بيجي لي مكتبي هو وعاطف سلام بتاع السكر عشان كان عندهم قضيه، وكان بيقعد ناخد دوره. محمود الخطيب كان بيجي لي مع الراجل المحترم الله يرحمه مصطفى باظه. محمود الخطيب حاضر الافراح كل ولادي تاني، كل ولادي. انما الخناقه عشانكم مش عشان انا. وبقول اهو الخناقه مش عشاني، عشانكم. احنا قلنا كده فعلا. تاني الخناقه مش عشانكم. يا اللي بتكتبوا ايه؟ احنا كيان بس انتوا منه ليه؟ منكم ليا؟ مني ليهم؟ ايوه انا مني ليهم اديهم 100 مره، 5000 مليون مره. عيب، عيب. انا بشر ولما بشوف الكلام ده بزعل. انت المفروض انا قائد الكيان تقول اللي يمسه يبقى مسنا كلنا، انما يتخانقوا معاه، يشتموه، اضربوه، احبسوه، دوروا انتخابات ضده. هو في يا جماعه؟ دي بجد؟ فيا جماعه بصوا احنا دلوقتي النهارده ايه؟ النهارده بقى ايه؟ حد؟ السبت. لا الحد يعني بقينا الحد يعني اليوم قالها الاخ جمال علام جاي بكره ان شاء الله. ان شاء الله المجلس. تمام. في صوت للعقل موجود في مصر كلها، ولما اقول في اجهزه محترمه بتتدخل يقول لك ايه هي الدوله تتدخل؟ ما هو يا جماعه ده امن قومي. ما انا لما اقعد استفز جماهير الزمالك تاني استفزهم واضايقهم، هم بشر. لا ده الرياضه فيها جزء كبير امن قومي، فيها سياسه، ولن يسمح ان حد ينزل الشارع. هو انتوا ليه مصممين الناس الجماهير الزمالك ينزلوا الشارع؟ ممنوع، لان الوطن ده تاني اهم من الزمالك واهم من الاهلي. ولما يطلع احمد موسى النهارده يقعد يتنطط ويجيب الولد امين الصندوق يقول لك ايه؟ خليهم يجعجعوا. طب ليه يا ابني بتغلط ليه؟ ده انا اول امبارح لما كسبتوا الفريق اللي ما اعرفش نيوزيلندي ولا ايه، هنيت النادي الاهلي. عيب اللي بيحصل ده، هيولع الدنيا.
وبحذر وبنور اللمبه الحمراء. الراجل جاي بكره يقول لك والدوله متدخله ليه؟ لان عايزه تطفي نار. وبعدين ليا سؤال، اعمل لك مفاجاه دلوقتي، ليا سؤال. هو مش اتحاد الكره ده بيطلع بيانات كل 5 دقايق؟ ومش طلع بيان ان انا موقوف، وبيان بيرفض الاستقاله، وبيان مش عارف ايه، كل 5 دقايق بيطلع بيان؟ يا عم ما تطلع بيان تقول نادي الزمالك غلطان واللائحه الماده كذا بتقول كذا والقانون بيقول كذا، ناخد الكلام ده ونروح بقى المحكمه، نروح الحداوي، نروح اي حته. هو انت مستخبي ليه؟ يعني انتوا 10 رجاله ولا 11 راجل ما شاء الله. والاخ جمال علام يقول لهم ايه؟ اصل قال عليا مش راجل. بذمتك انا قلت عليك مش راجل؟ وهوريله انا راجل ولا مش راجل؟ يا جماعه احنا طبعا ما حصلش، ما قلتش الكلام ده، بس اللي جنبه هناك بقى هو اللي بيسخنه. ما الصوره يا عم نزل لي الصوره كده قبل ما اقول له المفاجاه، نزل لي الصوره بتاعت المغرب كده اللي فاتح فيها السبيكر، نزلها لي يا ابني. هنجيبها دلوقتي يا فندم. تمام. اطلع. اللي قاله امير مرتضى غلط، اللي قاله مرتضى غلط، اللي قاله مدحت شلبي غلط، اللي قاله اطلع قول. انما وليد اسمه ايه ده؟ العطار هربان في فرنسا، قال ايه؟ رايح يختار الخضار من اسبانيا. بيقول لك رايح يختار الحكم. هو الحكام ليس الحكام، هو بيتم يا عم ده في حاجه ما اعرفش بقى، في بوك بتاع بوك ده والايه بتاع ده لما بيجوا من بعيد وتقعد تختار وبتاع من وانت قاعد في بيتك. القعده ايه؟ ايه قاعده ايه؟ السبيكر ايه؟ مفتوح. التليفون فين، على ودنه ولا مفتوح؟ عشان اسمع الاسطوره تاني. انتوا بتهيجوا جماهير الزمالك، بتستفزوهم. الاستاذ جمال علام قاعد اهو، الراجل ما شاء الله جسمه ملا في المغرب اهو، يعني نايم اهو. رامي ودن اهو. ايه؟ الاسطوره رامي ودن. دور مين؟ الاسطوره رامي ودن على التليفون. ايوه يا بيه، لا خلي بالك، ده بيتهيألي الدكتور محمد شوقي ده بيتهيألي. ممكن بقى في صوره كبر لي الاخ اللي انت خفيه ده اللي هو على اليمين. عندك صوره ثانيه عشان يطلع؟ طلعوا لي كده. في صوره ثانيه نزلها وجازوا المفاجاه، عشان اوريكم الزمالك على حق، ودي مؤامره محدش يقول ليه تعنت. بيحضروها يا ست المشروع، بيحضروها بس. وما انتوا كنتوا بتتفرجوا على ايه دلوقتي؟ فين؟ باصين الناحيه دي على ايه؟ لا كنا على الصوره على الشاشه اللي فاتت. الشاشه. احنا لو بصينا قدامنا هنديك ظهرنا كده. هات يا اخي كده، هات الاخ اللي على الشمال ده، اكتر شمال. ثواني بيحضروها اقصى اليمين. تمام. يقول لك ايه؟ سؤال عليا انت مش راجل، فانا هوريه راجل ولا مش راجل؟ هتقول راجل على راجل؟ اولا ما قلتش. لا ما قلتش، مش هزار. واللي قال لك الكلام ده بيضحك عليك يا استاذ جمال. لان مفيش صعيدي مش راجل. تاني، مفيش صعيدي مش راجل، عيب. تبقى انت كده وبيضحك عليك. وبعدين التليفون ده وانت عمال تكلمهم وتوريهم ان الموضوع ده، لا اهي هات لي الصوره اهي. ده مين ده؟ اللي واقف ده مين؟ محمد الجرحي ده. اللي هو مين؟ ابن جمال الجرحي؟ ايوه. الاخوانجي؟ هو احنا فين يا جماعه؟ وناس اخويا هايص وانا لايص. ضحك وفرفشه، ومعاهم رئيس الاتحاد اللي مدي تعليمات لا ما تأيدهمش بالغلط. تمام. وهم هناك هايصين اهو. بيقول لك اصل شعب المغرب بيحبني. هو احنا نسينا اللي حصل مع الوداد يا جماعه؟ ده الوداد المغربي بقى طبعا يعني هارد لك للوداد المغربي، ومبروك للهلال. اعتقد الهلال هو اللي فاز النهارده. الهلال كسب ركلات الجزاء. بضربات الجزاء كسب الوداد. ومبروك وطبعا هارد لك فريق الجزائر محترم المحليين. مبروك لفريق السنغال. تمام. ادي الجرحي اللي بيعمل طلب حظر في مجلس النواب. يعني انا يطلع 200 اهلي الف 60 قريه واخد 90,000 صوت. تمام. ويقول لك لا انت ساقط، ودون يحطوه في القائمه الوطنيه. يا جماعه القائمه الوطنيه اللي ابوه جالي مكتبي وصلاح حسب الله موجود وقال يا جماعه اهرب اروح فين؟ انا مولت رابعه. هو في يا جماعه؟ في بجد في البلد؟ حرام. احنا ان شاء الله باذن الله خيري وشوبير والاخ احمد موسى وتامر امين بعد ماتش المهم اللي عندنا شباب بوليسداد، ماتش فاركو، وبعدين عندنا ماتش مهم جدا ده مفتاح افريقيا.
وبعدين تقول لي اصل احنا رحنا كاس العالم ورحنا افريقيا. والله انا معاك 100 بس حضرتك اللاعب بتاعي بعد ما اتفقت مع محمد مصلحي على الهوا و12 مليون رحت دفعت 25 مليون وخدته. واثنين يقول لي طب انت ما خدتوش ب 25 مليون ليه؟ لا ده واثنين لعيبه فوقيه كمان. محجوز على حساباتي كمان. تمام؟ وبعدين من 12 ل 25 13 مليون اكتر من ضعف ليه؟ طيب اتفق خلاص. الراجل نفسه بالمكالمه اللي عمال يشتمني ده في الجزائر انا مش هرد عليه احتراما لشعب الجزائر. انا اقسم بالله ما كلمته خالص. اللي حصل هي الرساله اللي بعتها لي بصوته. انا حكيم ولا حكم مش عارف ايه اللي هو عمال ينسج بشعب. قال لك انا اهلاوي بحب الاهلي. انت حر بس انت اللي طالبني. وكان 500,000 دولار والواد بعت قال لك 500,000 دولار. انت ب 2 مليون دولار يعني من 15 مليون ل 60 مليون عشان مين اللي بياخد لمين؟ مين اللي خد لاعب من عندي وهربه اللي هو كهربا؟ انا اللي جيت ناحيتك؟ مين اللي خد المدرب السله بتاعي؟ مين اللي خد لاعب السله بتاعي؟ مين؟ سبحان الله. مين اللي بيحتك بمين؟ يا دولة مين اللي بيحتك بمين؟ احنا عمرنا ما عملنا دوت. وتقول ايه؟ اصل احنا في كاس العالم وانت ما هو اذا كان اقوى 3 لعيبه بدعم بيهم فريقي انت مش هتساعدهم لي. والكل بيتفرج. احنا عندنا ماتش ان شاء الله يوم الاثنين ربنا يوفقنا. ان شاء الله. ان شاء الله. والاتوبيسات من الساعه 10 واقفه قدام جمهور الزمالك العظيم فوق دماغنا. اتفضل. بالنسبه لعوده فيريرا كل اللغط ده ملوش لازمه لسبب بسيط جدا. فيريرا كان ماشي صح 100% هو راجل مدرب محترم. ال3 اللي كانوا معاه الاجانب كل يوم يقولوا له ايه؟ اسامه جاي مكانك، اسامه عايز يطفشك، اسامه متامر عليك. طبعا الكلام ده. اسامه شخصيه محترمه جدا. تمام؟ نتيجه دوت الراجل ما بقاش مركز الا في اسامه. وما بياخدش راي اسامه في اي حاجه. تمام؟ فالوضع الطبيعي ان احنا شفنا ان في حاله انهيار بطولتين 3 والبطوله الاهم بتاعت الماتش الاهلي. فاخدنا قرار مستشار ما اقلناهوش رياض. فالراجل بكل ادب في يعني امير راح له قال له انا لو طلعت من الملعب اموت. قال له طب احنا عندنا 1 2 3 4 5 الاخطاء اللي كانت بتحصل. الراجل اقتنع بعد ما قال لا الولاد دول كانوا بيقولوا لي اسامه مشينا. تمام؟ بقى رجع فيريرا تاني حبيب اسامه. من اول ما جه كان حبيبه. اسامه عمل مبادره محترمه قدامكم كانت على الهوا وقال ده قال اخطر من فيريرا يجي. قال انا اشيل الشنطه للبروف. ده هو ده المؤدب المحترم. ابن النادي. المحترم. صحيح. بالحرف كده. الراجل بعت له قال له مبروك بالعربي. قال له واحنا في الانتظار. خلاص ال3 مشوا. بنجيب دلوقتي محلل اداء وبنجيب واحد بتاع لياقه بدنيه على اعلى مستوى وبنجيب بتاع اغذيه. تمام؟ وربنا يوفقه. ادي قصه فيريرا عشان نقفلها. تمام. لا بسبب هتاف الجماهير اللي جبناه مع احترامي لكل الجماهير لان اللي هيمشي مجلس الاداره هيمشي بالطريقه دي. طب هدفه ضده هنمشيه؟ لا طبعا. صح. انا بقول لك الظروف. لما الوضع انت عندك مرض في حته معينه عالجته خلاص امشي على رجليك. ده الجزء بتاع مستر فيريرا عشان ما نتكلمش. تمام. تعالى بقى خد المفاجاه. هو احنا الموسم ده اللي اتمنعنا فيه ده موسم ايه؟ 22 23 لا 22 23 ايوه. طلع طلع لي بيان اتحاد الكوره في بدايه الموسم اللي احنا فيه دلوقتي اللي اغلق فيه القيد عليه. طلع لي بيان كده نزله. البيان بتاع القيد يا فندم؟ يا باشا بيان هو عنده. بتاع اول الموسم. ايوه 22 23 الزمالك يسوي مستحقاته المتاخره لدى الاتحاد المصري لكره القدم. انا مش عايز حد ينطق تاني عشان احط جزمه في بقه. حضر مسؤول نادي الزمالك ده بدايه الموسم اهو. ما هو الموسم مش حته وحته. مظبوط. ده بيان رسمي صادر من اتحاد الكوره. طالع من اتحاد الكوره. وبعد الخير يا استاذ مرتضى. يا باشا طالع اهو. لا يا باشا بدايه الموسم لما احنا سددنا بدايه الموسم اهو. ايوه حضر مسؤول نادي الموسم اللي احنا فيه ده اللي هو قفل القيد عليا فيه. عقوبه من غير عقوبه. حضر مسؤول نادي الزمالك لمقر الاتحاد المصري لكره القدم تسويه المستحقات المتاخره على النادي لدى اتحاد الكوره. تمام؟
وتواجد امير مرتضى منصور. ده مش انا اللي الكلام ده، هم اللي حصل فيه تخفيض. مش عايز حد اسمع صوته تاني. دي مؤامره حقيره عشان الصوره ما يزعلش. اهو لما لقوا غلطه 38 مليون جنيه. تواجد امير مرتضى منصور المشرف العام على كره القدم بنادي الزمالك في مقر الاتحاد المصري كره القدم، وقام مسؤول الزمالك بدفع مبلغ مالي من قيمه المستحقات المتاخره، وتم الاتفاق على جدوله المبلغ المتبقي. احنا غلطانين يا باشا؟ هات لي بعد البيان ده ورقه جات لي. انا بقول لك اهو بقى. انما احنا عملنا ايه بعد البيان دون؟ 9 مليون، 5 مليون، كل شهر بندفع مليون. يا جماعه دي مؤامره. محدش يقول لي ان هم اصلا متزمتين متعفرتين على نادي الزمالك. دي مؤامره. صح. مش ده بيان اتحاد الكوره؟ طبعا. عايز راجل في اتحاد الكوره يطلع يقول البيان ده مزور. ده الصفحه الرسميه بتاعت اتحاد الكوره يا باشا، الصفحه الرسميه يا جماهير الزمالك فوقوا. القصه مش مرتضى. انت هتاخد لي الدوري المره الثالثه وتزعل بيبو؟ لا، هجي لك الارض اهو. قال لك سوى وجدول، وبعت لنا 9 مليون تاني، وبعت لنا 500,000، وبعدين بنبعت مليون كل ما يجي بنبعت، وانا عندي محجوز عليا. عايز بقى ذكر في اتحاد الكوره يقول لي هو في القيد بتاعي. هو ده موسم كام؟ 22 23 23 اللي احنا فيه، ولا ده موسم تاني؟ هو تمام. البيان ده طالع على صفحه الزمالك ولا طالع على صفحه الاتحاد المصري لكره القدم؟ اتحاد الكوره. يا جمهور الزمالك فوق. القصه مش مرتضى، القصه انتم. تاني، القصه انتم. اهو الزمالك يساوي، ده العنوان، مستحقاته المتاخره لدى الاتحاد المصري لكره القدم. امال بتطلبني بايه؟ ولما جيت لك ادي 9 مليون اللي بتوع اسمه جايين الاسبوع الجاي ده سيف؟ لا. طيب ادي حوالي اتحقق 10 مليون للشركه بقى؟ لا. طب ادي شيك من الحساب الخاص؟ لا. ادي 7 مليون اهو ونص؟ لا. اخونا عصام حجاج كلم الاستاذ محمد الوفا جمع 5 مليون وجالنا تمام، راحوا كلهم هربانين من الباب اللي ورا. لا يا جماعه، لا. وجايت انت وانت بتاعت هبه جاي تتنططي لي وتقول لي اصل بيفرح. انتوا اللي عاملين ده. انتوا اللي عاملين الحزن لجماهير الزمالك. ويوم الثلاث ان شاء الله انا هقول كلمتين. مستنيين الاخ على جمال علام يجي بكره، استاذ زري الشباب موجود. هما كلمتين: اذا لم تحل هذه المؤامره فورا، لان انا سجلت في الميعاد، انا ليا راي هقوله تاني. قرار سياسي تاني، سياسي رياضي اعلامي، وكل واحد يتحمل مسؤوليته في البلد دي. انما احنا هنقعد كده اتحرق دمي ودون يعمل لي قضيه واتحبس فيها، واللي حبسني ده اصلا كان مديني براءه عن نفس الموضوع قبلها ب4 اشهر، وحل مجلسه ويقعد سنه اصل عنده مخالفات، وبعدين يطلع وما عندوش اي حاجه. تمام؟ لا يا جماعه، الموضوع زايد عن حد. انت مش عايز مرتضى؟ الذكر يطلع كده واضح يقول لا، مرتضى كفايه عليك رياضيا وسياسيا. تاني، رياضيا وسياسيا واعلاميا. يطلع قول، هريحك من الثلاثه دول. انما الضرب تحت الحزام ويخش في جسم نادي الزمالك، لا. انت طلعت بقى من الضرب فيا انا شخصيا، ما هو حل مجلس انا وجزء الزمالك، وبعدين حبسي انا شخصي. طيب، وبعدين اسقاطي في مجلس النواب برضه انا. انما منع القيد عشان الزمالك يقع اهم 3 لعيبه، وتقول لي اصل انت ورثت كاس العالم للانديه انا رحت وحياه هبه. انت بني ادم بشع. انا مش عارف مراتك طايقاك ازاي في البيت يا اخي. انت بشع. تاني، انت واحمد والله العظيم بشاعه. وانا بقى ايه ان شاء الله خير استخلص الماتش ده وده، وهفرج مصر كلها على اللي خناقته مع الرقصات، وهفرج مصر كلها على المخبر اللي كان بيعيط ويبوس الايد عشان اطلعه،
وهفرج مصر كلها على الافندي اللي قال امه وابوه اللي بيقول لك عليها قليل الادب الاحترام، قذورات طالعه من بقه، وعشان كده القناه اتقفلت. وكذب قال ده مش صوتي، والتقرير قال لا ده صوته، والبنت فضحته. انا معاكم. والتاني اللي كان بيبوس ايد ما توريني يا عم اللي هو الاخ تامر وبيبوس ايد اسمه ده الواد اسمه خير رمضان ده اللي بيبوس ايد القرضاوي، مفتي الدم. صلحوا لي كده والنبي. بيجيبوها يا فندم اهو. فين يا جماعه الصوره؟ ايوه مدى. طلعت يا بيت صوره. طلعت يا فندم. بيبوس ايده، بيبوس ايد مفتي الارهاب فوق. ده اللي بيلعب عليا. طب مين اللي حاطط ايده على كتفه ده؟ مين ده؟ المجرم عبد الرحمن القرضاوي اللي بيشتم جيش بلدي وشرطه بلدي، اللي قال على ثوره 30 يونيو انقلاب. ده خير رمضان. ده خير رمضان. شفتوه؟ ها؟ شفتوا؟ خدام للارهاب اهو خير رمضان. وده ابن الارهابي عبد الرحمن اهو حاطط ايده على كتف خيري. انتظرني يا خيري، الماتش ده يخلص، الماتش ده يخلص وانتوا الاربعه هاخدكم يوم واحد عشان مصر تتفرج على الاعلام. الاعلام ارجع لنفسك بقى. ارجع تاني. رجعنا اهو. بص يا بيه، في فرق بين بيوت الدعاره زي 5 باب، في فرق بين قنوات التلفزيون. تمام؟ هفرج مصر كلها عليكم والعالم العربي. احنا عايزين نركز. خلاص انتوا شفتوا بقى القيد اهون، والبيان اللي طالع من اتحاد الكوره بدايه الموسم قال عليها حاجه كده يا جماعه؟ لا خلاص ان شاء الله تتحل الاسبوع ده ان شاء الله يا فندم باذن الله. يا باشا انا مستني بكره. تمام. وماتش يوم الاثنين ما اتحلتش. انت قلت على ايه يا جنات؟ على نفسها ايه؟ براكش. تعرف براكش دي ايه؟ ايه؟ كلبه. كلبه قاعده تهوى وتهوى لحد ما جابت لهم الجيش لغايه ما جم بقى خلصوا بعد عليهم. ما استخبوا. احنا عندنا بركشات كتير. هنقفل الصفحه. جمهورنا عظيم. انت عرفت انا زعلان من ايه؟ 2 ركزوا، القصه مش مرتضى حبسه وحل وكل ده مرتضى، انما وقف قيدك عشان يوقف حالك. عندك اهم 3 لعيبه كل الناس قالت، كل المحللين. ناصر اضافه رهيبه، احمد بالحاج اضافه في النص رهيبه، ان شاء الله ربنا يوفقك. شبانه اضافه في الدفاع رهيبه. والنهارده ما شاء الله رجع لنا الونش رجع بالسلامه. الونش المحترم، والولاد عملوا له بتاع ممر شرف. تمام يا استاذ جمال، سيبك من اللي كانوا حواليك بيغرقوك. وحق القران والمصحف اللي قدامي ده اهو، ادي مصحف قدامي اهو، انت مش شايف بس انا بقول لك قدامي اهو، ان محمود الخطيب ومجلسه كانوا عايزين يمشوك. وحق القران الكريم ده محمود الخطيب ومجلسه كانوا عايزين يمشوك انت والمجلس بتاعك. انت عارف مين اللي حماك واقف معاك؟ انت عارف وكلمتني قلت لك وانا معاك مع اللي هو سندك. تاني انا كان ليا عليك شويه تحفظات كنت بقولها، انت كلمتني قلت لك وصلني الرساله وانا وراك. اللي انت قاعد معاهم دول اقسم بالله العظيم كانوا عايزين يمشوك. خلص الكلام. تمام. استاذ مشار خلاص. شكرا سياده المشار مرتضى منصور.